اخواتي الاوتاكوية، النهارده هنتكلم عن توب 10 انميات منتهية اقل من 100 حلقة. وعزيزي الاوتاكو، انا عايز اقول لك ان الانميات اللي احنا اخترناها هي الانميات اللي احنا بس شفناها، وانا وارساني قعدنا وكررنا الانميات دي وكررنا الترتيب بتاعها. عشان ما اطولش عليك عزيزي الاوتاكو، يلا نبتدي بالمرتبة العاشرة. ومعانا في المركز العاشر هو انمي فول ميتال الكيمست براذر هود. انت بتقول ايه؟ اتعمل مرتين، المرة الأولانية ما كانش حلو وما اكتملش الانمي أصلا واتوقف بسبب إن هو كان ممشيش مع المانجا. الانمي ده كان واخد المركز الأول على IMDb وبتصويت ناس كتير جدا، وكان فيه نقاد كتير جدا قالوا إن الانمي ده ما فيهوش أي تمطيط، ما فيهوش أي أحداث مملة، ما فيهوش اي شخصيات كتابتها مش حلوه، كانت كل حاجه فيه مظبوطه. وطبعا في ناس كتير جدا هيبقوا مستغربين احنا ليه حاطين فول ميتال الكيمست في المركز ده، بعد ما احنا فكرنا كتير قوي انا وتوني ولقينا ان احنا ما انبسطناش بيه قوي او ما كانش يستحق الضجه دي، مع احترامنا ان كل الحاجات اللي قالوا عليها النقاد دي حقيقيه فعلا، وان هو ما فيهوش اي تمطيط والشخصيات قويه جدا والاحداث قويه جدا وحتى النهايه بتاعته نهايه قويه. انا بالنسبه لي عزيزي الاوتاكو، انا مش عايز اتكلم عن الانمي ده عشان ما اظلموش، ولكن انا شايفه ان هو يستحق المرتبه العاشره. في المركز التاسع عندنا انمي اسمه اجين. اجين دول مجموعه من الشخصيات لما بتتلف اي عضو من اعضاء جسمهم بيقدروا ان هم يستعيدوا الاعضاء دي تاني، وحتى لو ماتوا بيقدروا ان هم يقوموا تاني من الموت. والاحداث بتاعته احداث تصاعديه، كل مرة بيعرفك حاجة مختلفة أو صفة مختلفة للشخص ده. وكمان الشرير بتاع الانمي ده من أكتر الحاجات اللي خلتني إن أنا أكمل أصلا الانمي وأتفرج عليه. أولا الفكرة تخلي الناس تتفرج على الانمي، وتاني حاجة إن الشرير كان شخصية فخمة جدا، كان بيجمع بين الفخامة والكوميديا، وإن هو قوي جدا، فده اللي خلى إن الانمي يبقى قوي والناس تتفرج عليه أكتر وأكتر. واحدة من أفضل أنميات السفر عبر الزمن إخواتي الأوتاكوية، وأنمي إريزد في المركز الثامن. الأنمي ده عزيزي الأوتاكو من حيث الغموض والإثارة والقصة في ليفل تاني، وهتعيش مع البطل في سفرية طويلة جدا بيصلح فيها غلطة كبيرة حصلت في حياته. وخليني أقول لك عزيزي الأوتاكو إن السفر عبر الزمن فكرة مش مبتكرة، فكرة اتعملت في أعمال ومسلسلات وأنميات كتير. عشان البطل يزنق نفسه ويدخل نفسه في الفكرة دي لازم يعرف يطلع منها بشيء مميز ويسيب البصمه بتاعته هو. وعايز اقول لك عزيزي الاوتاكو ان إريزد عارف يعمل كده، وهتعيش بصمه خاصه اضافها إريزد والكاتب جوه الانمي ده. انمي إريزد بيتكون من 12 حلقه بس، فده اساسا ان هو يقدر يدخلك جوه العالم ده ويفهمك تفاصيله، وان هو يوديك المشكله ويحلها لك، كل ده في 12 حلقه. فدي حاجه بصراحه من اكتر الحاجات اللي تدي بوينت لانمي إريزد، واشجعك جدا انك تتفرج عليه. وعامة هتستمتع بالعمل العظيم ده عزيزي الاوتاكو. والمركز السابع هو انمي رينبو. انمي رينبو هو انمي انا بصراحة كان نفسي احطه في مراكز اعلى من كده، بس برضه عشان خاطر لقينا فيه انميات تانية احسن بكتير وافضل بكتير، فقلنا ان احنا لا هنحط انمي رينبو في المركز السابع. انمي رينبو يا جماعه انمي بيتكلم عن مجموعه من الاطفال في سن المراهقه اتحكم عليهم بان هم يخشوا السجن اللي هو الاحداث، وفي السجن ده بيمروا بتجارب كتير جدا، وهم ما كانوش ليهم علاقه قويه قوي ببعض، لكن من خلال اللي هم بيشوفوه في السجن ومن خلال اللي هم بيتعرضوا ليه مع بعض، فالصداقه كانت هي الحاجه اللي بتسندهم، وهي الحاجه اللي بتخليهم يقدروا يكملوا في الطريق اللي هم اتحطوا فيه واللي هم وصلوا له. برضه مش عايز اطول عليكم، مش عايز احرق لك حاجات، بس هو كل شخصيه فيهم حصلت معاها مواقف وحاجات في حياتها غيرت كتير قوي في شخصيتهم وخلتهم ان هم يبقوا بالصوره اللي هم بقوا موجودين عليها. في حاجات طبعا سلبيه، بس المهم ان هم قدروا يتخلصوا من الاخر من كل السلبيات دي، وقدروا يوصلوا للايجابيه الوحيده اللي هم كانوا عايزين يوصلوا لها في الاخر، من خلال صداقتهم، من خلال كل واحد فيهم كان بيسند التاني ازاي. والمركز السادس عزيزي الاوتاكو انمي مختلف، قصته مختلفة، بعيدة عن القوى الخارقة، بعيدة عن السحر، وبعيدة عن العوالم الغريبة، في نفس الوقت بعيدة عن الواقعية الزيادة والواقعية المفرطة. انمي كايجي عزيزي الاوتاكو، انمي بيلعب على الغرايز والشهوات البشرية،
وبيوريك ازاي ان الادمان مش مجرد ادمان مخدرات، انت ممكن تكون بتدمن القمار وبتدمن المراهنه لدرجه انك مش قادر تبطل الكسب السريع، وانك مجرد ما لقيت وسيله تجيب بيها فلوس بشكل سريع انت مش قادر تبطل الحاجه دي. وعايز اقول لك عزيزي الاوتاكو انك هتفضل في كل لحظه من لحظات الانمي ده ماسك نفسك وحابس انفاسك مع كل قرار بيتخذه البطل لغايه اخر قرار بياخده البطل في الانمي ده. الانمي اللي بعد كده وهو رقم 5 انمي مونستر. ده انمي طبعا معروف ومشهور، يمكن في ناس كتير حسيت ان هو اوفر ريتد. اولا ان هو بيتكلم عن احداث واقعيه حصلت فعلا في المانيا، كان في مواقف معينه بتحصل في الانمي، الاحداث دي كانت بتحصل شبهها بالظبط في المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه لاجل اهداف ليها علاقه بالحرب. مش عايز ادخل في تفاصيل عشان ما احرقش عليك الانمي. والانمي ده بيتكلم عن شخصيه يابانيه عايشه في المانيا في الوقت ده. برضو من ضمن الحاجات اللي عايزه اقول عليها في الانمي ده ان الانمي ده فيه شخصيه من اذكى الشخصيات في التعامل مع البشر. اذكى شخصيه بتعرف تدخل في تفاصيل البشر وتقدر تدوس عليها، اذا كان جروح او اذا كان حاجات هو بيحبها او اذا كان حاجات هو خايف عليها. كل الحاجات دي هو بيعرف يدوس عليها وبيعرف يستخدمها في ان هو يخلي الشخص يا اما يقرر ان هو ينتحر يا اما يقرر ان هو يبقى حياته احسن بكتير. والمركز الرابع عزيزي الاوتاكو زي ما قلت لك ان قصه السفر عبر الزمن قصه معموله في اعمال كتير ومحتاجه تكون الكاتب بيضيف لها بصمه مميزه عشان يسيب لك عمل عظيم. تخيل عزيزي الاوتاكو ان انت رحت اشتريت موبايل بامكانيات معينه واكتشفت ان الامكانيات دي مش احسن امكانيات ممكن تشتريها بنفس السعر، وانك تقدر تشتري موبايل تاني بامكانيات احسن. فانت بعت رساله لنفسك للماضي وقلت لنفسك انك ممكن تشتري بالفلوس دي موبايل امكانياته احسن من الموبايل اللي معاك حاليا. ففجاه لان خط الزمن اتغير والاحداث اتغيرت، لقيت ان الموبايل اللي معاك فجاه اتغير الموبايل اللي انت عايزه. طب تخيل عزيزي الاوتاكو انك تقدر تبعت رساله لوالدك في الماضي عشان اصلا تمنع انك تتولد. انمي المركز الرابع عزيزي الاوتاكو شتاينز جيت. وعايز اقول لك عزيزي الاوتاكو انك محتاج كوبايه شاي او كوبايه قهوه عشان تركز، لان المسلسل والانمي مليان احداث غموض واثاره وتويستات في الاحداث. وعايز اقول لك انك هتستمتع بواحده من اعظم قصص السفر عبر الزمن في عالم الانمي كله. انا اتفرجت على اول حلقتين بس منه صدعت، ده معناه يكفي ان لازم كوبايه الشاي او كوبايه القهوه لازم. ممكن تكون ناس كتير ما تعرفش الانمي ده، وانا بالنسبه لي ده واحد من اكتر الانميات الاندر ريتد في عالم الانمي كله عزيزي الاوتاكو، انمي 1 اوتس. واعتقد ان هو اندر ريتد بسبب انه بيتكلم عن الرياضه وتحديدا رياضه البيسبول. ولكن عزيزي الاوتاكو انت محتاج تكون عارف بس اساسيات البيسبول اللي انت ممكن تعرفها عادي من جوجل. ومجرد ما انك تبتدي في اول حلقه عزيزي الاوتاكو اضمن لك ان انت هتلاقي نفسك في الحلقه الاخيره. وقصه الانمي باختصار اخواتي الاوتاكويه هو عباره عن لاعب بيسبول اسمه كوجيما قرر انه عايز يرجع تاني يلعب بيسبول ولكنه عنده اصابه، فقرر ان هو يأجر لاعب محترف عشان يلعب في البيسبول. فنزل في حواري القمار وتحديدا لعبه اسمها 1 اوتس. 1 اوتس هي لعبه بسيطه وقواعدها ابسط وعباره عن رامي بيرمي الكوره وضارب بيضرب الكوره. وهنا كوجيما بيقابل البطل بتاعنا وهو توكشي توا. وعايز اقول لك عزيزي الاوتاكو ان توكشي توا ما خسرش ولا مباراه من ضمن 499 مباراه لعبهم، وما عملش كده لانه محترف في اللعبه، ولكن لان البطل قادر ان هو يقرا لغات الجسد، قادر ان هو يحلل اللي قدامه نفسيا، وعنده خبره في علم النفس وان يقرا تحركات الخصم بتاعه، بل واحيانا ان هو ممكن يتلاعب بالخصم بتاعه عشان يعمل الحركات اللي هو عايزها. وهنا بتكتشف عزيزي الاوتاكو انه مش مجرد انمي بيسبول، ده انمي بيعتمد على قراءة لغة الجسد، والبطل من اذكى الابطال اللي موجودة في عالم الانمي الرياضي، وهتستمتع بواحد من احلى الانميات الرياضية. المركز الثاني يا جماعه معانا انمي كود جيس. انمي كود جيس انمي معروف جدا طبعا، عايز اتكلم بس فيه على كذا نقطه. اول نقطه ان الاحداث فيه تصاعديه جدا وسريعه مش بطيئه.
وانت في الاول هتحس ان انت مش فاهم حاجه، بس بعد كده هتبتدي تتحمس وهتبتدي تربط بين الاحداث، وهو هيوصل لك المعلومات دي بشكل مبسط. ممكن في الاول يبقى صعب بالنسبه لك، ونفس كوبايه الشاي وكوبايه القهوه اللي انت تشوف فيها شتاينز جيت هتشوف بيها كود جيس. نفس كوبايه الشاي عزيزي الاوتاكو. تاني حاجه اخواتي الاوتاكويه، ان الشخصيه اللي في الانمي ده كانت واخده المركز الاول في افضل شخصيه في تاريخ الانمي على IMDb وماي انمي ليست. فده ياكد لك قد ايه الشخصيه دي قويه جدا وذكيه جدا وكانت قياديه جدا. انا مش عايز احرق لك اكتر من كده. والحاجه الثالثه ان الانمي ده فيه ميكا يعني ان هو بيستخدموا الالات. فده في ناس بتحب الحاجات دي وفي ناس ما بتحبهاش، فما تخليش وجود الميكا يعطلك عن ان انت تتفرج على الانمي ده، لان الانمي ده يستحق كل ثانيه من مشاهدتك ليه. واخر حاجه ان الانمي ده فيه نهايه من افضل 3 نهايات في تاريخ الانمي. في نهايه يعني انا مش عايز اوصف اي حاجه، لان اي حاجه هوصفها هتحرق، فانا مش عايز اتكلم عنها خالص. وهنا هنتكلم عن معروف لا يعرف، انمي مش محتاج ان اتكلم عليه. ديس نوت عزيزي الاوتاكو، المركز الاول بالنسبه لي ديس نوت، وبالنسبه لنا وبالنسبه لارساني واعتقد بالنسبه لناس كتير هو ماستر بيس، تحفه فنيه متكامله بمعنى الكلمه. وفعلا الانمي ده حصل على قاعده جماهيريه عاليه جدا من حيث فانز الانمي نفسه، او من حيث المنتجات اللي اتعملت على الانمي ده، من حيث الميرش واللبس، ده غير الريل لايف اكشن الفيلم اللي اتعمل من نتفليكس، واللي ما انصحش اي حد بالمناسبه انه يتفرج عليه لانه كارثه بمعنى الكلمه. بس احنا هنا بنتكلم عن انمي ديس نوت، ولو جينا نتكلم عن مميزات الانمي ده فعلا مش هنخلص، لانه من حيث القصه، من حيث بناء العالم نفسه بتاع ديس نوت، من حيث بناء الابطال وبناء الشخصيات والبطل بتاع القصه نفسه، فعلا ذكاء مختلف في ليفل تاني، والتفكير بتاعها في مستوى تاني. وانت عزيزي الاوتاكو لو حاولت تتوقع او تتنبأ بالاحداث الجايه او تتنبأ بالحركات اللي هياخدها البطل بتاع ديس نوت، مش هتعرف تعمل كده، لانه فعلا التفكير في الانمي ده في مستوى تاني، والتوسات اللي في الاحداث اللي في الانمي ده فعلا في ليفل تاني. ده غير ان الانمي يعتبر عدد حلقاته مش كتيره، هو عدد حلقاته 37 حلقه، فانت لو عايز ترشحه لحد ان هو يدخل لعالم الانمي ده، يعتبر الانمي الجوكر اللي تقدر ترشحه للشخص ده عشان يدخل عالم الانمي. فعزيزي الاوتاكو لو انت جوه عالم الانمي، انا واثق ان انت سمعت على ديس نوت، ولو انت ما شفتش ديس نوت انت بتعمل ايه هنا عزيزي الاوتاكو؟ اقفل الحلقه دلوقتي وروح اتفرج على الانمي، لان انت ازاي ما شفتش العظمه دي. ودي هي لستنا للانميات المنتهيه اللي اقل من 100 حلقه. دي كانت وجهه نظرنا، وانت لو ليك اي وجهه نظر تانية مختلفه عزيزي الاوتاكو انزل بقى قول لنا في الكومنتات ايه وجهة نظرك او ايه الليسته بتاعتك. اخيرا وليس اخيرا عزيزي الاوتاكو، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. سلام.